النهارده هناخد الليسن التاني. الليسن التاني عباره عن ايه؟ تو بارتس. الفيرست بارت اسمه ريليشن، السكند بارت اسمه فانكشن. نبدا الاول بالريليشن. يعني ايه يا مستر كلمه ريليشن؟ ريليشن ديت لازم تكون بين تو فاليوز. تو فاليوز اللي هما مين ومين بقى؟ الاكس والواي. يبقى في ريليشن بين الاكس اند الواي. لا يا مستر مش فاهم. يعني بص، انا كنت بعمل ايه؟ مش كنت بعمل بوينت اللي هي فيها اكس وايه؟ واي. انا لازم اعمل الريليشن ديت يكون فيها الاكس والواي. لسه بوضح. يعني مثلا اجي اقول لك ان الاكس بلس الواي ايكوال 5. دي ريليشن فيها مين ومين يا فلاس؟ اكس اند واي. طب يا مستر ايه بقى الريليشن؟ دلوقتي لما اجي احط ارقام مكان الاكس والواي، هل ينفع احط اي ارقام؟ ولا محتاج نمبر معينه؟ النمبر دي هتحقق لي الريليشن اللي عندي. يعني ينفع احط مكان الاكس كام مثلا؟ 1. فبالتالي مجبر احط مكان الواي كام؟ كام بلس ال1 يطلع 5 4 بالظبط كده. يبقى 1 وايه؟ و4. ليه؟ لان الريليشن بتقول ان لما تعمل الاكس بلس الواي تطلع كام؟ 5. طب مستر في واحد تاني قال انا هحط الزيرو، فبالتالي لازم اغير معاه الواي تبقى كام؟ 5. ليه؟ عشان 0 بلس 5 يطلع كام؟ 5. طب واحد تاني قال مثلا احط الاكس 2، فبالتالي لازم الواي تتغير تبقى بكام؟ 3 عشان 2 و 3 يطلع 5. فدي معنى كلمه ريليشن. ريليشن هيبقى فيه ريليشن تجمع ما بين الفاليو اوف اكس اند الفاليو اوف ايه؟ واي. فهمنا الحته ديت؟ درس خلص. خش نحل على طول تلاقي الدنيا ايه؟ سهله. بس هو بيعمل حركه معينه في ايه؟ في المسائل. ايه يا مستر الحركه اللي انت بتقول عليها ديت؟ بص يجي مثلا السؤال يقول لك ايه؟ يجي سؤال زي كده يقول لك ايه؟ if ان الاكس ايكوال مثلا نحن ضعيف شويه. if ايه السؤال شبه ده؟ تاني يا مستر السؤال تاني بمنتهى البساطه. if ان الاكس ايكوال كام؟ 1 و 2 و 3 والواي 6 و 5 و 4 و 3. الاي بيلونج مين؟ الاكس. يعني الاي ديت هي اي نمبر من ارقام الاكس. يعني الاي دي ينفع تكون 1، ينفع تكون 2، ينفع تكون 3. ينفع اقول الاي ديت ينفع تبقى 4؟ لا. ليه؟ عشان ال4 دي مش موجوده في الاكس. طب البي بيلونج مين؟ الواي. البي بيلونج مين؟ الواي. ده معناه ان البي هي كل ارقام الواي. يعني ينفع تكون 6 5 4 3. الار از ريليشن. ماشي يا مستر از ريليشن فروم اكس تو واي. الاكس تو واي يقول لك ان الاي ار بي. الار دي معناها ريليشن. يعني الاي ريليشن على ايه؟ بي. الار الاي والبي ما بينهم ريليشن. ايه بقى الريليشن اللي انا هشتغل عليها؟ اهي مينز الاي بلس البي ايكوال كام؟ 7. رايت ار. عايز اكتب الار. الحل ده بيكون عباره عن سطر واحد مفيش غيره. طيب ايه مستر هو السطر ده؟ كالاتي اقول له الار ايكوال اهو. الار ايكوال ايه يا مستر؟ الار دي معناها ريليشن. انا هكتب الريليشن. طيب الريليشن اللي هكتبها دي هتبقى على هيئه بوينت. اي بوينت بيكون فيها رقمين، رقم بتاع مين ورقم بتاع مين؟ رقم بتاع الاكس ورقم بتاع الواي. بس الراجل هنا قال لك ان اللي جوه الاكس هو مين؟ وجوه الواي هو مين؟ فبدل ما اقول الرقم بتاع الاكس والرقم بتاع الواي هو الرقم بتاع الاي والرقم بتاع مين؟ البي. هو بدل الاكس بالاي وبدل الواي بالايه؟ بالبي. طب مين الاي؟ هي ارقام مين؟ الاكس هي الاليمنتس اوف اكس. طب مين البي؟ الاليمنتس اوف مين؟ واي. فانا هشيل بقى الاي والبي واحطهم بارقام الاكس اند ايه؟ واي. بس بشرط عينك على مين؟ على الريليشن. ان الاي بلس البي ايكوال كام؟ 7. طيب تعالى نجرب. انا ال1 ديت اللي هو مكان الايه؟ ال1 اللي بيتحط في الاول عشان هو مكان الايه؟ اهو. اخدها مع مين من الناحيه الثانيه عشان يطلع لي 7 6. يبقى 1 وكام؟ 6. هل ال1 ينفع مع اي ايلمنت تاني غير ال6؟ لا. يبقى خلاص كده ال1 ايه؟ خلص معايا. هدخل على مين؟ ال2. ال2 تنفع مع مين فيهم من اهوت؟ ال5. يبقى ال2 والكام؟ وال5. هل ال2 تنفع مع اي نمبر تاني؟ لا خلاص يا مستر. يبقى هيخش على مكان مين؟ 3. 3 بلس كام يطلع لي 7؟ 4. يبقى احط هنا كام؟ 4 واقفل الايه؟ واقفل السب بتاعتي. وده معناه ان انت عملت الريليشن اللي هي الاي بلس البي ايكوال كام؟ 7. عايز بقى اعمل ايه الريليشن؟ ارو دايجرام. عايز ارسمها. ارسمها يا مستر. هتروح تعمل كده
اكس وهتعمل واحد تاني ريكتانجل واي. الريكتانجل الاولاني هنحط فيه ذا فاليو اوف اكس 1 2 3 وهنا الواي 6 5 4 و3. تعالى بقى في الريليشن دي انت كتبت ال1 عند ايه؟ عند ال 6 فهتوصل ال1 بمين؟ 6 وهتوصل ال2 بمين؟ 5 وهتوصل ال3 بمين؟ 4. المسألة خلصت. بس هو ده الحل. كل المسائل اللي هتقابلنا بنفس السيستم ده، اللي بيختلف حاجة واحدة هي الريليشن. يعني تيجي في مسألة ثانية هي نفس الكلام هو بس مش هكتبه تاني. هيقول لك إن الإكس مثلا ب 2 و3 و4 تمام؟ ويجي يقول لك ايه تاني؟ تعالى نزود رقم تاني يعني خليها 4 و5 ويجي يقول لك ان الواي هي عباره عن 4 و9 و16 و36. شكرا على كده. بس كده. ايه بقى الريليشن؟ نفس الكلام هو يبقى مكتوب تحت في المساله بس انا مش هكرره تاني. يقول لك ان الاي بيرونج مين؟ والبي بيرونج مين؟ الار از ريليشن فروم الاكس تو واي. اي ار بي يعني هي الاي ريليشن مع البي. تمام اتفقنا؟ مين هيختلف بقى؟ الريليشن. هيجي يقول لك الريليشن هي عباره عن a باور 2 ايكوال بي. ايوه دي الريليشن هنشتغل عليها بمنتهى البساطه. يبقى نفس الكلام هو بس هو عمل ايه؟ بدل الاكس عندي 1 2 3 خلاها بالارقام دي، والواي عندي بدل ما هي 6 و5 و4 و3 خلاها بالارقام دي. ونفس الكلام مكتوب وجه في الاخر راح مغير الريليشن بدل الاي بلس البي ايكوال 7 خلاها الاي باور 2 ايكوال بي. طب هتعمل ايه يا مستر؟ هنحل على طول اكتب الار ايكوال وهتشتغل. تعالى مستر وضح لي بقى هعمل ايه؟ واحده واحده. انت هتبدا بمين الاول؟ بالايه عشان عليها ايه؟ باور 2. هو بيقول لك ان الاي باور 2 دي ايكوال بي. طب تعالى نجرب. انا لو خدت الاول اليمنت عندي اللي هو مين؟ 2 عملت له باور 2 هيدينا 4. هل الرقم اللي طلع اللي هو مين بقى؟ البي موجود في الواي؟ يا مستر موجود. يبقى انا خدت 2 مع مين بقى؟ بس كده. بعد كده ندخل على مين؟ 3 باور 2 بكام؟ ب 9. هل ال 9 موجوده؟ يا مستر يبقى 3 وايه؟ و9. طب وبعد كده ادخل على مين؟ ال 4 اعمل لها باور 2. لما اعملها باور 2 تبقى كام؟ يبقى 4 وكام؟ 16. بعد كده ادخل على مين؟ على ال 5. ال 5 لما اعملها باور 2 تبقى 25. ال 5 لما اعملها باور 2 تطلع كام؟ 25. هل الرقم دوت اللي هو مين اصلا؟ ها؟ البي دوت اللي هو 25 موجود في الواي؟ لا. يبقى انا ما ينفعش اكتب البوينت الاخيره دي، يبقى انا اقفل الفرق على كده. يبقى بس ما خدناش ال 5 يا عم انا مالي، لان ال 5 باور 2 ايكوال 25 وهنا ما فيش 25 مش هكتبها. وانا هكتبها بالعافيه يعني هكتب ال 5 ومعاها مين؟ هكتب معاها 25 و25 مش موجوده قال لك ما ينفعش. يبقى هي دي الريليشن انا هكتبها. طب عايز ارسمها نفس المبدا. هتروح تعمل ايه؟ 2 ايه؟ ريكتانجلز بالمنظر ده. تكتب هنا الاكس اللي هو 2 و3 و4 و5 وهنا 4 و9 و16 و36. ال2 هتوصلها بال4 وال3 بال9 وال4 ب16 وتروح عند ال5 تقف. شكرا على كده. هو ده الايه؟ بس كده. ده كان البارت الاولاني اللي هو الريليشن. تعالوا بقى انتوا حلوا اكزامبل عليه وبعد كده نخش على الفانكشن. هتقولي بيج كام؟ دلوقتي كده يا شباب احنا خلصنا البارت بتاع الايه؟ بتاع الريليشن. نبدا بقى دلوقتي في بارت تاني اسمه ذا فانكشن. وهو مش هيختلف كتير قوي عن الريليشن. بس هنضيف عليها معلومه جديده وهنشتغل نفس الشغل هو. طب ايه مستر بقى قصه الفانكشن ديت؟ بصوا معايا. الفانكشن از ريليشن. يعني الفانكشن زيها زي ايه؟ ريليشن. مفيش اي اختلاف ما بينهم هما الاثنين. يبقى احنا بنقول ان الفانكشن از ريليشن. طيب ولكن يا مستر الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في حاجه بسيطه جدا. ان الفانكشن بيكون معاها كونديشن، معاها شرط معين عشان نقول عليها فانكشن. يعني الريليشن اللي فوق دي از فانكشن، الريليشن اللي تحت ديت نوت فانكشن. طب مستر على اي اساس قلت دي فانكشن ودي نوت فانكشن؟ هقول لك مستر هو ايه يعني ايه كلمه فانكشن؟ فانكشن دي معناها ايه بقى؟ ان يكون كل فاليو في الاكس ليه ايمج واحده ان واي. لا والله يا مستر انا مش فاهم حاجه. طيب بص الاول ركز معايا. انا عندي هنا في الفانكشن حاجه اسمها الارك اللي هو ايه؟ لو انا وصلت تو ريكتانجلز كده، لو انا رسمت تو ريكتانجلز كده وابتديت احط الاليمنتس تحت مين؟
الاكس اوصلها بالاليمنتس تحت مين؟ الواي. مش انا عندي مثلا لو في هنا 1 2 3 والناحيه الثانيه في مثلا 6 و4 و5 و3 وصلنا ال1 بال6 وال2 بال5 وال3 بال4 صح ولا لا؟ طيب هسأل سؤال بقى وتجاوبين عليه بكل سهوله. ال1 و2 و3 دول بتوع مين؟ اكس صح كده؟ وال6 وال4 وال5 وال3 الواي. بص بقى اي نمبر موجود في الاكس خرج منه ارو ده بيتسمى element، واي element راح له الارو السهم راح له بيتسمى image. بيتسمى ايه؟ image. يعني ايه يا مستر؟ يعني ال1 ده بيتسمى element، ال2 بيتسمى element، ال3 element. تعالي بقى هنا ال6 ينفع نقول عليه image؟ لا ينفع. ليه؟ عشان السهم راح الارو راح لمين؟ ل6 فاقدر اقول عليه مين؟ image. ال4 image، ال5 image، ال3 ينفع؟ لا ال3 ما تنفعش نقول عليها image عشان ما فيش ايه؟ سهم راح لها. فمعنى ان كل element يخرج منه 1 ارو يروح لمين؟ للايمج، فده بنسميها فانكشن. يبقى المنظر اللي قدامي ده بيتسمى فانكشن، يبقى المنظر ده نقول عليه ايه؟ فانكشن. طيب والسبب بنكتبه على فكره، نكتب يا مستر بنكتب السبب ازاي بقى؟ ركزوا معايا. بنقول every element in x، يعني كل element موجود فين؟ في الاكس has one image in y. دي كام ايمج في الواي؟ واحده بس. تمام كده؟ تمام. طيب مستر امتى نقول عليها نوت فانكشن؟ بص بقى ركز. لو انا عندي مثلا 2 ريكتانجلز وهنا في 1 و2 و3 وهنا في 6 و4 و5 و3 وجيت وصلت لقيت ال1 راحت لل6 وال2 راحت لل4 مثلا وال2 راحت لل3 وال3 راحت لل5. ركز معايا. هتلاقي ان 1 و2 و3 كلهم خرج منه ايه؟ ارو صح ولا لا؟ طيب تعالى ال1 خرج منه كام ارو؟ معنى ان خرج منه 1 ارو يبقى هو ليه كام ايمج؟ 1 ايمج. طيب ال2 ليه كام ايمج؟ 2. ال4 والكام؟ لا دي هنا مشكله، فدي نقول عليها ايه بقى؟ نوت فانكشن. طب مستر معلش انت ليه ديت قلت عليها نوت فانكشن؟ علشان عندي مين؟ عندي الاليمنت 2. الاليمنت مين؟ 2 اللي هو جاي من عند مين؟ الاكس. ماله مستر الاليمنت دوت؟ هاز 2 ايه؟ ايمج. ليه كام ايمج؟ 2. موجودين فين بقى الايمج دولت؟ ان واي. الايمج موجوده في الواي، يبقى هو هاز 2 ايه؟ ايمج ان ايه؟ واي. يبقى ديت المنظر ده نقول عليه فانكشن ولا نوت فانكشن؟ نوت فانكشن. ليه يا مستر؟ علشان في ايلمنت اللي هو 2 ليه كام ايمج؟ 2. فهمتوا الحته بتاعت النوت فانكشن؟ طب امتى تاني يا مستر نقول عليها نوت فانكشن؟ ركز معايا. لو انا عندي منظر زي ده 1 2 3 وعندي هنا 4 و6 و5 جيت لقيت ال1 راحت لل4 وال2 راحت لل5 وبس كده. دي نقول عليها فانكشن ولا نوت فانكشن؟ ها؟ نوت فانكشن. ليه يا مستر نقول عليها نوت فانكشن؟ علشان انا عندي element اللي هو مين بقى؟ اللي هو ال3. ماله ال3 دوت؟ has no image، ملوش ايه؟ image. هل ليه image؟ لا، فدي بتتسمى نوت فانكشن. يبقى انا عندي في الارو كام مره ينفع اقول عليها فانكشن وكام مره ينفع اقول عليها نوت فانكشن؟ 1 كيس اقول عليها فانكشن، 2 كيسز في حالتين ينفع اقول عليها ايه؟ نوت فانكشن. ينفع اقول عليها فانكشن لما كل element in x has one ايه؟ image in ايه؟ y. طب المرتين اللي ما ينفعش اقول عليها فانكشن اقول عليها نوت فانكشن لما الاقي ان في element بقى ليه كام ايمج؟ 2 ايمج. هلاقي ال2 هنا ليها كام ايمج؟ 2. 4 اند ايه؟ فيبقى المنظر ده نقول عليه نوت ايه؟ فانكشن. طب هنا هو يا مستر هتلاقي ان في element اللي هو ال3 has no image، ملوش ايمج ان ايه؟ واي، فساعتها نقول عليها نوت ايه؟ فانكشن. يبقى دي الحاله الوحيده اللي بقول عليها فانكشن. طب انا شرحت الكلام ده مع مين؟ مع الارو. تعالى بقى نشرح نفس الكلام بس مع مين بقى المره دي؟ مع التركيز. طب معلش يا مستر
وضح لي بقى ايه شكل الكارتيزيان. والله الكارتيزيان ده كنت برسم هوريزونتال لاين وبكتب عليه السد الاولى وبرسم فيرتيكال ايه لاين. مثلا لو انا هسمي ده اكس وهسمي ده ايه واي، مثلا اكس عباره عن 1 و2 و3 وديت عباره عن 3 و4 و5 و6 5 و6 وايه دي الواي. تمام كده؟ طيب دلوقتي انا لو عايز ارسم الريليشن دي ارسمها ازاي؟ اقول ال1 مع مين؟ مع ال6 صح؟ وال2 مع مين؟ مع ال5 وال3 مع مين؟ مع ال4 صح كده؟ هسأل سؤال بسيط جدا. المنظر اللي قدامك دوت فيه كام فيرتيكال لاين؟ فيرتيكال لاينز كام واحد؟ 3. برافو عليكم. ليه بقى؟ لأن كل إيليمنت في الإكس ينفع أرسم له إيه؟ فيرتيكال لاين. أهو كل إيليمنت في الإكس ينفع أرسم له إيه؟ فيرتيكال لاين، خط بالطول كده. طيب تمام يا مستر. الفيرتيكال لاين ده بقى بيعرفنا إيه؟ تعالى بقى أقول لك بيعرفنا إيه؟ بيعرفنا إذا كان الرسمة دي فانكشن ولا نوت فانكشن. لا وضح لي يا مستر، هوضح لك أهو دلوقتي وأقول لك. أنا عندي الفيرتيكال لاين الأولاني. الفيرتيكال لاين لو عليه 1 بوينت يبقى إيز فانكشن. طب لو عليه 2 بوينت نوت فانكشن. طب لو معلوش بوينت يبقى نوت فانكشن. تعالى واحدة واحدة. أول واحد ال1 الفيرتيكال لاين بتاعه عليه كام بوينت؟ 1. ال2 عليها كام بوينت؟ ال3 الفيرتيكال لاين بتاعها عليه كام بوينت؟ يبقى كل فيرتيكال لاين عليه كام بوينت؟ 1 بوينت. عارفين يعني ايه؟ يعني 1 ايمج. ليه يا مستر؟ يعني ال1 مين الايمج بتاعتها؟ ال2 مين الايمج بتاعتها؟ ال3 مين الايمج بتاعتها؟ بس كده. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان الرسمه بتاعتي از ايه؟ ينفع اقول عليها فانكشن. ليه يا مستر؟ عشان السبب دوت every element in x has one image in ايه؟ يبقى هو ده السبب بتاعي. طب معلش يا مستر هي امتى تبقى نوت فانكشن؟ هقول لك. تعالى عند مثلا الفيرتيكال لاين بتاع ال1 واحط بوينت هنا كمان. ان الفيرتيكال لاين بتاع ال1 عليه بوينت عند 3 وعليه بوينت عند مين؟ ال 6. ده معناه ان ال1 has two image. مين الايمج الاولى؟ ومين الايمج الثانيه؟ بس كده بكل بساطه. يبقى دي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ لا في الحاله دي نقول عليها نوت ايه؟ فانكشن. طب يا مستر السبب؟ عشان هو هيجي في السؤال يقول لك واي فلازم نكتب السبب. هيجي في السؤال يقول لك ايه؟ واي. طيب ماشي يا مستر. نوت فانكشن ليه بقى؟ علشان الاليمنت 1 اللي هو جاي منين؟ بالاكس هاز تو ايه؟ ايمج ان ايه؟ واي. فساعتها اقول عليها نوت ايه؟ فانكشن. تمام يا مستر. بس دي الحاله اللي بنقول عليها نوت فانكشن. في حاله ثانيه؟ في حاله ثانيه. مثلا لو جيت عند ال1 مسحت ال2 بوينت بقى الفيرتيكال لاين بتاع ال1 واقع عليه بوينت. ها؟ واقع عليه بوينت؟ لا مش واقع عليه بوينت. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ال1 هاز نو ايمج، ملوش ايه؟ ايمج. ساعتها اقول عليها ايه برضو؟ نوت ايه؟ فانكشن. طب وايه السبب يا مستر؟ في element in x has no ايه؟ ايمج، ملوش ايمج فين؟ في الواي. كده انا شرحت الار وشرحت الايه؟ الكارتيزيان، ناقص بس الشرح بتاع الار نفسها. تعالى اشرحها لك هنا بقى. انا عندي الريليشن دي ينفع اقول عليها فانكشن، بس الريليشن دي ما ينفعش اقول عليها فانكشن. تعالى اقول لكم ليه. عندي مثلا الريليشن الاولى. اول حاجه انا عندي هنا ال1 و2 و3 جايين منين؟ هل الاكس فيها 1 و2 و3 بس ولا فيها حاجه زياده؟ 1 و2 و3 بس، يعني فيها مثلا 4 و5 حاجه ثانيه؟ يبقى كل الاليمنت اللي موجوده في الاكس مكتوبه في الفيرست بروجيكشن ولا مش مكتوبه؟ اهو 1 و2 و3 تمام مفيش مشكله. حاله ثانيه كل اليمنت فيهم دي كام ايمج؟ اعرفها منين؟ ال1 مين الايمج بتاعته؟ في 1 تاني؟ لا خلاص. ال2 مين الايمج بتاعته؟ ال3 مين الايمج بتاعته؟ عارف ده معناه ايه؟ is function. ليه يا مستر؟ لان every element in x has one image in a y. انتهى المساله. طب تعالى بقى نشوف ديت ليه هنقول عليها نوت فانكشن. تعالى يا مستر. والله يا مستر انا عندي الاكس عباره عن 2 و3 و4 وايه؟ تعالى نشوف الفيرست بروجيكشن 2 و3 و4. ايه ده مفيش مين؟ ايه ده يا مستر ال5 مش موجوده. يبقى دي اقول عليها نوت فانكشن. ليه؟ لان في element اللي هو ال5 موجود في مين؟ في الاكس هاز نو ايمج ان ايه؟ واي، ملوش ايمج موجوده فين؟ فساعتها نقول على دي مالها؟ نوت فانكشن. بس الدرس اتشرح لك مفيش اي شرح تاني. هيجي بقى دلوقتي الاسئله بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ اكس وايه؟ وريليشن. ويجي في الاخر يقول لك رايت ار يعني هكتب مين؟ الريليشن ويسالك هي فانكشن اور نوت فانكشن.
لو فانكشن اقول السبب، طب لو نوت فانكشن اقول السبب برضه. وشكرا على ده خلص. تعال بقى نحل افكار. هتقول لي بيج 18 جه هنا في السؤال راح قال لي ايه؟ قال لي ان الاكس هي عباره عن 1 و2 و2 و3 و4، وقال لي ان الواي بدل ما قالها لي على هيئه ارقام لا كتب لي كده كلام، والكلام ده انا هترجمه لماث. طب ايه يا مستر الكلام اللي كتبه؟ قال لك ان الواي بيلونج للان. مين الان؟ اللي هي الناتشرال نمبر اللي هي بتبدا من الزيرو 1 2 3 4 and so on. طيب وقال لك ان الواي از ان ايفن نمبر، يعني هي عباره عن رقم ايفن، يعني ما ينفعش نعتبرها 3 و5 لا، لازم الارقام الايفن بس. طيب حلو. وقال لك بقى في الاخر less than or equal كام؟ 10. طب ما هو عارف لو ما كانش قال الحته الاخيره ديت يا لهوي ما كان المساله مش هتخلص مني، لو هتفضل المساله طويله قوي. لازم يحددها لك، لازم يقف. وقف عند مين الراجل ده؟ طيب انا دلوقتي الاكس فيها مشكله؟ لا، لكن المشكله عندي في الواي، فالواي دي انا عايز اترجمها لماث عشان اعرف اتعامل معاها. طب تعالى يا مستر ترجمها. عايز اعرف الارقام بتاعت الواي. طب هتعرف ازاي يا مستر؟ ما هو الراجل بيقول لك ان الواي از ايه؟ ايفن نمبر. الايفن نمبر دي بتبدا من عند مين؟ اول نمبر ايفن از ايه؟ 0. اول نمبر ايفن از ايه؟ 0. وبعد الزيرو 2 وبعدين 4 وبعدين 6 وبعدين 8 وفي الاخر اكتب ال10 ولا ما اكتبهاش؟ اكتبها. عارف ليه؟ عشان حط هنا علامه الايكوال مع الليس. عارفين لو ما كانش حاطط علامه الايكوال ما كنتش هكتب ال10 وكنت اقف عند مين؟ لكن انا عشان عامل علامه الايكوال فانا هاخد معايا مين كده؟ ال10. هي دي مين بقى؟ الواو. وهي دي مين اللي فوق؟ الاكس. المساله خلصت. هروح اعمل الريليشن اللي هي ايه؟ ايكوال اوف البي. تعالى يا مستر يلا اقول له الار ايكوال واحده واحده عشان اعرف انا هعمل ايه. اول حاجه لازم تكون الاي هاف البي. سؤال كده بسيط ركز معايا في الحته دي. الاي هاف البي يعني مين الكبير؟ الاي ولا البي؟ الاي هاف البي. مين الكبير؟ الاي ولا البي كده؟ البي مش الاي. صح برافو عليك. البي هي الكبيره. بقول لك ايه؟ الاي هاف البي. يعني مثلا لو البي مثلا ب 10 يبقى الاي بكام؟ ها؟ بنصها 5. يبقى مين الكبير؟ البي ولا الايه؟ البي. يبقى الايه هي الصغيره. يبقى انا مثلا لو خدت من الايه هي الاكس صح؟ لو انا خدت ال1 يبقى من الواي اخد كام؟ ها؟ انا خدت الايه اللي هي من الاكس، خدت ال1 يبقى البي هتبقى بكام؟ 2 بالظبط كده. ليه يا مستر؟ ما هي ال1 هاف مين؟ ال2. طيب تعالى يا مستر لو انا خدت من الاكس مين؟ ال2 يبقى اخد من مين الواي؟ موجوده ال4؟ اه خدتها اهي. تعالى تاني يا مستر لو انا خدت من هنا مين؟ 3 يبقى انا عايز مين الناحيه الثانيه في البي؟ هل موجوده ال6؟ اه يا مستر موجود. طيب وبعدين في الاخر ال4 ها؟ الايه برافو عليك. وفي الاخر 5 يبقى انا عايز مين؟ في 5؟ مفيش 5 اصلا. بس خلاص شكرا على كده. وقفت لحد مين؟ الايه. بس كده خلاص. يبقى انا عملت ريليشن. لو انت لاحظتي هتلاقي ان الايه هاف مين؟ البي. ال1 هاف ال2، ال2 هاف ال4، 3 هاف ال6، ال4 هاف مين؟ الايه. وشكرا على كده. طب مستر عايز اعرف هي دي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ والله عشان تعرف ان هي فانكشن او نوت فانكشن محتاج تعمل ايه؟ تشوف او ممكن نرسمها بالار. هو طالب الار مني في السؤال؟ طالبها مني. خلاص تعالى نرسمها بالمره. بس انا ممكن اعرف ان هي فانكشن نوت فانكشن من غير ارسم. وتعالى هقول لكم الاثنين بس تعالى نرسم ايه؟ طالما هو طالب مني الرسم. يلا. اول حاجه عرفت دي الاكس ودي مين؟ الواي. الاكس عباره عن كام؟ 1 و2 و3 و4. والافضل نحط بوينت كده. والناحيه الثانيه هكتب ليه من اول الزيرو لحد ال10. 0 2 4 6 8 10. تعالى ال1 هتروح لل2 وال2 هتروح لمين؟ 4 وال3 لمين؟ وال4 لل8. فانكشن اور نوت فانكشن؟ ها؟ فانكشن ليه؟ every element in x. كل الاليمنتس طالع منها كام ارو؟ 1 ارو. ده معناه ان every element in x has one image in y. تعالى بقى نكتب الكلام ده. اقول له يبقى الار is function. ينفع اقول عليها؟ طب ليه يا مستر؟ because every element in
X has one image in Y. شكرا على كده. بس كده. فهمنا حاجة؟ طيب هنيجي بقى دلوقتي نتعلم حاجتين اتنين. بيقول لك لو هي فانكشن في حاجتين، ثلاث حاجات لازم نتعلمهم. ايه هما؟ حاجة اسمها الدومين، وحاجة اسمها الكودومين، وحاجة اسمها الرينج. يبقى انا دلوقتي هتعلم ثلاث حاجات. حاجة اسمها الدومين. الدومين هي اللي بيخرج منها السهومة. مين اللي بيخرج منها الارو؟ الاكس. يبقى الدومين از ايه؟ اكس، اللي هي كام؟ 1 و2 و3 و4. يعني مستر في المسألة الأولى دي اللي احنا قلنا عليها is function، لو عايز اجيب الدومين من هنا، الدومين هيكون مين؟ الاكس اللي هو 1 و2 و3. طيب مين هو الكودومين؟ الكودومين اللي هي السكند سات اللي هي مين بقى؟ الواي. يبقى له از ايه؟ واي، اللي هي هتيكوال كام بقى الواي دي؟ من اول الزيرو لحد كام؟ للتاني. يبقى 0 و2 4 لحد كام في الاخر؟ التاني. هي دي مين بقى؟ الكودومين. بس يا مستر والله. يبقى الدومين از فيرست سات، الكودومين از سكند سات. طيب تعال بقى نشوف حكايه الايه؟ الرينج. ايه هو الرينج؟ الرينج بمنتهى البساطه از ايمج. مين هو الرينج؟ الايمج. بس كده. تعالى واحده واحده. ال1 مين الايمج بتاعها؟ 2. ال2 مين الايمج؟ 4. ال3 مين الايمج بتاعته؟ ال4 مين الايمج بتاعته؟ بس كده، شكرا على كده. طيب مستر بالنسبه للتن هتبقى في الرينج؟ لا. هي التن دي ايمج؟ لا، يبقى ما ينفعش تبقى. يبقى الرينج هو مين؟ الايمج بس. طيب محتاجين ايه تاني في القصه دي؟ بس مش محتاجين حاجه تانيه. هنقعد بقى اكزامبل كتير. عايزك تحل لي الاكزامبل نمبر كام عشان تقول لي هي فانكشن مش فانكشن وتكتب لي السبب. طيب حل لي الاكزامبل نمبر. طيب خلاص احنا كده خلصنا شرح الدرس نفسه. هنبدا بقى ناخد افكار مختلفه. الافكار دي ان شاء الله من الافكار دي دايما بتتكرر في الامتحانات. الموضوع فيها سهل وبسيط زي ما انت شايف كده. قبل بس ما ندخل على الافكار، تعالى بس اقول لك على كام حاجه كده. لما يقول لك الاي ديفايدد بي، يعني ايه؟ يعني ينفع اعمل البي اوفر الاي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ايه الاي ديفايدد بي؟ يعني مثلا بص هفهمك. يعني انا ينفع اقول ال2 ديفايدد ال10. ينفع اقول ال2 ديفايدد ايه؟ يعني ده معناه ايه؟ اقدر اعمل ال10 اوفر. طيب ال10 اوفر 2 يطلع كام؟ 5. يطلع كام؟ 5 صح ولا لا؟ يبقى اللي ينفع اقول عليها ديفايدد لما تكون الانسر از انتجر. يعني ايه يا مستر؟ يعني لما تشوف المنظر ده قدامك، لما تشوف المنظر ده قدامك ترجمه للمنظر ده. تقول ايه؟ بي اوفر الاي ايكوال انتجر. بس كده. ده معناه. طيب نفس الحوار بس يجي بشكل مختلف. يقول لك الاي از ا فاكتور اوف بي. عارفين يعني ايه كلمه فاكتور؟ هقول لكم يعني ايه كلمه فاكتور. فاكتور دي مثلا لو انا عندي رقم زي ال 15، فانا من حقي افك ال 15 دي 1 تايمز كام؟ 15. وممكن افكها 3 تايمز كام؟ 5. من حقي ان انا اقول على 15 1 تايمز 15 و3 تايمز كام؟ كتبت كام نمبر بعد الايكوال؟ كام نمبر بعد الايكوال؟ 4 1 وايه؟ 15 و3 وايه؟ 5 4. اي نمبر فيهم ينفع اقول عليه is factor of مين؟ 15. يعني ال1 is factor of مين؟ ال15 is factor of مين؟ ال3 is factor of مين؟ ال5 is factor of مين؟ وهكذا. طب مثلا انت عايز مني ايه دلوقتي عشان بس خلصني؟ عايزك لما تشوف كلمه فاكتور هتفك كل نمبر وتشوف هو ينفع يكون فاكتور ليه ولا لا. يعني ينفع اقول ال4 is factor ال 15؟ لا ما ينفعش. طب معلش يا مستر عشان اعمل الطريقه اللي انت بتقول عليها دي لازم اكون حافظ. لازم حافظ ايه بقى؟ التيبل. عاوزين التيبل اهو ضغمت على وشها. فعشان انت مش عاوزين التيبل هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده زي رول او مش رول، زي طريقه تعرفنا هي ينفع نعملها ديفايد ولا لا، او ينفع يكون الاي فاكتور للبي ولا لا. ايه يا مستر الطريقه دي؟ ان انت هتقول البي اوفر الاي ايكوال ايه برضو؟ انتجر. بس كده. مستر معلش انت عايز تقول لي لما اشوف في السؤال الاي ديفايدز البي افكها بالمنظر ده، ولما اشوف الاي از ا فاكتور اوف بي افكها بالمنظر ده؟ بالظبط كده.
بقول ايه؟ بقول السكند اوفر مين؟ الفيرست. الاي ديفايدد في البي، يعني اقول البي هي السكند اوفر مين؟ الفيرست. تفكها وتحل بقى وتشوف الدنيا ماشيه معاك ازاي، سواء كده او كده. اتفقنا؟ طب تعالى نشوف مثلا اول اكزامبل معانا، بيقول لي هنا الاكس 2 و 3 و8 و4 والواي 6 و8 و10 و11 و15. هو بقى كاتب لي نفس الكلام، قال لي ان الاي بيلونج مين؟ للاكس، والبي بيلونج مين؟ للواي، والار از ريليشن. نفس الكلام اللي انا كنت بكتبه. لو انت عايز تقرا السؤال اقرا السؤال، هتلاقيه عندك في بيج كام؟ في بيج 18 نمبر 8. هو نفس السؤال، نفس كل حاجه مكتوبه هي. هتلاقيه بيقول لك ايه بقى؟ الاي ديفايدد مين؟ البي. نفس الحاجه. انا ما يهمنيش اي حاجه في السؤال غير حاجتين اتنين، الاكس والواي والريليشن. بس استنى، ده مش معناه ان انت ما تاخدش بالك انه يكون قايل لك في السؤال الاي بيلونج مين؟ للاكس، والبي بيلونج مين؟ دي حته مهمه برضه. ليه يا مستر؟ هو ممكن يجي في الامتحان يغيرهم، يخلي البي بيلونج للاكس والاي ايوه يغيرهم، يخليك تقول ان البي بيلونج مين؟ الاكس، والاي بيلونج مين؟ الواي. ساعتها هي مش هتلخبط. بدل ما بقول اي وبي، يعني بدل ما انا بعمل بوينتس فيها اي وبي، لا هتبقى بي وايه واشتغل كده. بس هو الصراحه ما جاش في امتحان قبل كده عملها كده، بس هو دايما بتيجي في المسائل ايه؟ الاي بيلونج مين؟ الاكس، والواي بيلونج مين؟ الواي. انا بس عايزك تقرا السؤال وتتاكد من القرايه. يهمك مين بقى في السؤال عشان تعرف تشتغل التو ساتس والريليشن. طب تعالى بس انا اشتغل. قال لي ان ايه ديفايدز البي، اقول له الار. بص الحل بتاعك بيبدا بالار على طول، الريليشن. اول ما تشوف المنظر ده هتعملي ايه؟ هتترجميه، هتقولي ان دوت البي اوفر الاي ايكوال انتجر. لازم يطلع نمبر ايه؟ از انتجر. تعالى هبدا بمين الاول؟ بص البي دوت بتبع مين؟ الواي ولا الاكس؟ يبقى هاخد الواي اللي هو مين اول حاجه؟ هل اضربه مع 2 بس؟ لا، ده انا اضربه مع 2 ومع 3 ومع مين؟ 6 اوفر 2 هيطلع كام؟ لما اروح اعمل 6 اوفر 2 هيطلع كام؟ 3 ده از ايه؟ انتجر. يبقى ننفع ولا ما ينفعش؟ لما اجي اكتب بقى اكتب 6 و2؟ لا، ده انا لازم ابدا بالاكس الاول. يبقى ابدا بالايه؟ ال2 بعدين مين؟ ال6، عشان اصلا 6 مش موجوده في الاكس، انت بتبدا بالاكس. طيب وبعدين يلا ال6 اجربها مع مين؟ هتنفع ولا مش تنفع؟ هتنفع. 6 اوفر 3 نفعت. يبقى اكتب ايه؟ اكتب 6 و3 ولا 3 و6؟ ايوه كده. طيب وبقى الفور مش هتنفع، فانا جربت ال6 مع الثلاثه ما نفعتش غير مع 2 و3. اروح اجرب ال8 مره مع مين؟ مع 2. اقول له 8 اوفر، يطلع لي 4، وال4 از ايه؟ انتجر. يبقى ال8 نفعت مع ال2. اروح اقول له 2 الاول بعد كده مين؟ ال8. لازم ابدا بالاكس اهو. ال8 بعد كده مين؟ 3 مش هتنفع. طب ال8 مع ال4 هتنفع. يبقى اقول له 4 اند مين؟ 8. طب وبعدين كده اقول له 10 مع مين؟ هتبقى 5. يبقى نفعت. يبقى 2 اند مين؟ 10. طب ال 10 هتنفع مع 3؟ هتنفع مع ال 4؟ لا خلاص. ال 11 مش تنفع مع ولا واحده فيهم. ال 15 هتنفع معاهم ولا مش تنفع؟ هتنفع مع ال 3 بس. يبقى اقول له 3 اند مين؟ 15. واقفل على كده. عايز اعرف هي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ تعالى مثلا نشوف. كل الاليمنتس بتاعت الاكس مكتوبه في الفيرست بروجيكشن 2 3 4 2 3 4 مكتوبين الحمد لله. تمام؟ طب تعالى بقى نشوف كل element ليه 1 ايمج ولا اكتر؟ ال2 ليها ايمج لو مين؟ في 2 تاني؟ اهي 2 ايه اهي ليها ايمج مين؟ ال2 ليها ايمج مين؟ من غير ما تشوف الباقيين على طول تقول الار از ايه؟ نوت فانكشن. طب ليه يا مستر قلت عليها از نوت فانكشن؟ بص كده تقول له بيكوز يا مستر ان في element اللي هو مين؟ مين الاليمنت اللي انا شاورت عليه؟ دي مين ده؟ ال2 اللي هو بيلونج مين؟ الاكس. زي منين من الاكس؟ ماله؟ هاز كام ايمج دي؟ 1 2 3. يبقى 3 ايه؟ ايمج. دي كام ايمج؟ 3 ان ايه؟ واي. فعشان كده بقول عليها نوت فانكشن. بس خلاص مسألة خلصت. طب لو جه في السؤال بدل ما يقول لي الاي ديفايدد البي قال لي الاي از ا فاكتور اوف بي، هي بالظبط.
اروح اقول له البي اوفر الاي طلع لي مين؟ انتجر. فهمنا القصه دي؟ تعالى بقى مساله بعد كده. الاكس ايكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. الاي از اديتيف ايه؟ انفرس. طب مستر هو ايه الاديتيف انفرس ده؟ الاديتيف انفرس بكل بساطه ان انا لو عندي مثلا 7 يبقى الاديتيف انفرس بتاعه نيجاتيف 7. انا مش عارف ليه عملت 7 كده. طب لو انا عندي مثلا رقم زي ال1 الاديتيف انفرس بتاعه. طب لو انا عندي نمبر زي مثلا نيجاتيف 5 يبقى الاديتيف انفرس بتاعه. طب لو عندي نمبر زي الزيرو الاديتيف انفرس بتاعه هيفضل زي ما هو زيرو. هو ده معنى زي اديتيف ايه؟ انفرس. مديني هنا بيقول لي الاكس ايكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 and الار از ريليشن اون اكس وسكت. ما قاليش مين بقى؟ ما قاليش الواي. طب ايه يا مستر القصه الحزينه دي؟ ما قاليش الواي. اعمل ايه؟ ما احلش المساله فيها غلطه؟ لا، بس قايل لك على حاجه في السؤال لازم ناخد بالنا منها. اسمها ايه بقى؟ اون ايه؟ اكس. عايزني اعمل ريليشن اون اكس. يعني ايه يا مستر اون اكس؟ يعني اقارن الاكس، يعني اعمل الاكس مع الاكس. يعني يا مستر انا عندي هنا في السؤال تو سات. عندك تو سات. الاولى اللي هي مين؟ الاكس اللي هي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و0 و1 و2. عارف مين الثانيه؟ اللي هي برضه اكس اللي هي مين؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و0 و1 و2. يبقى انا المساله طلع فيها واحده ولا اثنين؟ اثنين. الاكس وبكررها امتى؟ لما يقول لي قول ايه؟ اكس. ونفس الشغل هو عايز بقى ان يكون الايه از ذا اديتيف انفرس اوف مين؟ اوف نمبر بي. يعني اشوف الاديتيف انفرس موجود في الناحيه الثانيه ولا لا. يعني ايه يا مستر؟ يعني تعالى نبدا بالاول. اول نمبر معايا مين؟ نيجاتيف 2. مين ذا اديتيف انفرس ليه؟ ال2. هل ال2 موجوده؟ يا مستر موجوده اهي. يبقى طالما موجوده اكتب نيجاتيف 2 اند مين؟ 2. يلا نيجاتيف 1 موجوده؟ ما هنا مستر 1. الزيرو موجوده؟ لما اعكسها تبقى مين برضو؟ ما لسه قايلها الزيرو از اديتيف انفرس مين؟ زيرو. طيب بعد كده مين بعد الزيرو؟ اعكس الساين بتاعت ال1 تبقى كام؟ نيجاتيف 1 موجوده؟ يبقى 1 قد مين؟ اخر حاجه ال2. لما اعكس الساين بتاعت ال2 تبقى كام؟ يبقى 2 قد مين؟ نيجاتيف 2. وشكرا على كده. فانكشن اور نوت فانكشن؟ فانكشن. ليه يا مستر فانكشن؟ علشان every element in x اللي هو مين بقى؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 كلهم مكتوبين. وكل واحد ليه كام ايمج؟ 1 ايمج. فساعتها اقول از ايه؟ از فانكشن. اروح اقول له يبقى الار از فانكشن. ليه؟ عشان every element طبعا لازم اقول because every element in x has one only image in y. لازم يكون ليه ايمج واحده بس في الواي. طيب مستر طالب مني ان انا ارسم. اروح ارسم رسمه الارو دياجرام وكارتيزيان دياجرام. لو انا عايز ارسم رسمه الارو ينفع اعمل اللي هو التو ريكتانجلز دولت وارسمها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. اكتب اكس هنا واكس ايه؟ هنا. بس في رسمه ثانيه ممكن ارسمها. عارفين هي ايه؟ لما يطلع اكس واحده، فاكرين؟ قلتها لكم والله، اللي هي البوكس ديت، واكتب جوه هنا ايه؟ الاكس، واكتب الايمج بتاعت الاكس اللي هي مين بقى؟ نيجاتيف 2 ومين تاني؟ ونيجاتيف 1 ومين تاني؟ والزيرو وال1 وال2. وتعملي ايه بقى؟ توصلي النيجاتيف 2 رايحه لمين؟ 2. النيجاتيف 1 رايحه لمين؟ لل1. الزيرو رايحه لمين؟ يعني الف وتروح لمين؟ نفسها. ال1 رايحه لمين؟ لنيجاتيف 1. ال2 رايحه لمين؟ يبقى الرسمه دي تنفع والرسمه دي تنفع، مفيش حد يقدر يعترض على اي حاجه. بعد كده عايز رسمه الكارتيزيان، ان انا اروح ارسم رسمه الايه؟ الكارتيزيان. احط هنا اكس وهنا اكس وارسمها. وممكن ارسم تحت النمبر لاين واحد واحط الارقام واعمل برده نفس الفكره بتاعت الصور. ايوه شرحتها لكم قبل كده. الاثنين ينفعوا. بس خلاص نخش على اخر فكره معانا وبعد كده نخش على التشوز والكوبي. اخر فكره معانا بيقول لي هنا ان الاكس اون ايه؟ الار هو بيقول ايه اللي في سؤال الريليشن اون اكس. يعني الريليشن على الاكس، يعني ينفع اكرر الاكس. يعني انا عندي في المساله سات واحده ولا تو ساتس؟ يا بنتي لسه شرحها ايه؟ يبقى عندي 2 اكس وايه؟
واكس، يبقى اقول له اكس الاولى اللي هي 3 و2 و1 و0 وهاف وثيرد. طب والثانيه برضه هي مين؟ اكس اللي هي 3 و2 و1 و0 وهاف وثيرد. فاهمين حاجه؟ طيب يلا بقى، عايز اعرف ايه بقى الريليشن دي؟ ال A is multiplicative inverse. multiplicative ايه؟ inverse او multiplicative حسب ما تنطقوها يعني. في ناس تقولها كده وناس تقولها كده. المهم ال A is multiplicative inverse of مين؟ B. طب يعني ايه مستر multiplicative inverse؟ multiplicative inverse دوت ان انا كنت بعمل ايه في النمبر؟ فليب، مش بعمل الساين، بقلبه هو. يعني مثلا لو انا عندي 7 over 2، مين المالتيبليكتيف انفرس ليه؟ 2 over 7. لو انا عندي 1 over 3، مين المالتيبليكتيف انفرس ليه؟ النيجاتيف ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي، لكن بقى شالب مين؟ النمبر. بس انا علشان انسان متحضر عارف ان 3 over 1 بكام؟ ب 3، يعني الاجابه تبقى نيجاتيف دي على طول 3. طب لو انا عندي 5، مين المالتيبليكتيف انفرس ليه؟ لا يا بنتي نيجاتيف 5 دي لما زقدت الانفرس، زقدت الانفرس بعكس الساين، بعكس الساين. لكن هو في ال5 بشقلب النمبر. يا مستر ما فيش حاجه تحتيه. ايوه ما هنا في 1، يبقى 1 اوفر كام؟ 5. هو ده المالتيبليكتيف انفرس. طب لو عندي 0، مين المالتيبليكتيف انفرس ليه؟ لا هاز نو، ملهوش مالتيبليكتيف انفرس. ليه بقى يا مستر؟ شقلبي كده، شقلبي 1 اوفر كام؟ 0. 1 اوفر 0 بكام يا حبايبي؟ مات ايرور، ده يطلع مات ايرور على الكالكليتر. فالزيرو هاز نو ايه؟ مالتيبليكتيف انفرس. فاهمه؟ طيب تعال نحل السؤال بقى. هبدا اقول له هنا ايه؟ الار ايكوال. يلا اول نمبر هو مين؟ شقلبه. مستر هو في حاجه تحتيه؟ ايوه ال1. يبقى ال3 لما شقلبه يبقى كام؟ 1 اوفر 3. موجوده؟ اه موجوده. يبقى اكتب ال3 1 اوفر ايه؟ 3. بعد كده شقلبي 1 اوفر 2. موجوده؟ اه اجل يا سيدي. ال1 شقلبها تبقى 1 اوفر 1. 1 اوفر 1 هي 1. موجوده ال1 يبقى اجل 1 و1. تعالى بعد كده الزيرو شقلبها يبقى 1 اوفر الزيرو. لما شقلبها تبقى 1 اوفر 0. 1 اوفر 0 ده النمبر الموجود في الماث، تبيع على الكالكوليتر تشتمني انا وانت، يبقى مش موجود. يبقى ما ينفعش اقول زيرو حاجه خلاص. يبقى الدور مش هينفع اكتبه. هدخل على الهاف. الهاف لما شقلبها يا ملاك هتطلع كام؟ يبقى 2. واخر حاجه ال 1 اوفر 3 هتبقى كام؟ 3. وشكرا على كده. فاهمين؟ طيب عايز اعرف فانكشن اور نوت فانكشن. بص قالت لي ان الار از نوت فانكشن. طب ليه يا مستر هي قالت كده؟ ليه يا مستر هي قالت كده؟ اسالوني ليه يا مستر قالت كده؟ علشان في element اللي هو مين مش موجود في الفيرست بروجيكشن. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الزيرو has no image. has no ايه؟ طيب مستر ده معناه ايه؟ معناه لما اجي ارسم الزيرو مش هيطلع منه صفومه، صح ولا لا؟ هو طالب مني رسمه في السؤال؟ اه طالب مني الايه؟ الرسم. طب ارسم الرسمه دي ولا الرسمه بتاعت اللي هي بتاعت الريكتانجل؟ اللي يريحك، الاثنين يريحوا براحتك. تعالى نرسم البوكس. الاكس دي بتلخبطك؟ طب اشرح دي طالما دي بتلخبط، يعني انت فهمت دي؟ تعال عشان اشرح الاولانيه لا برضه. بص هنا 3 وتاني 1 اوفر مين؟ 3. وبعد كده مين تاني؟ 2 واكتب قدام الهاف، وبعدين ال1 وبعدين الزيرو. يلا ال3 راحت لمين؟ ال1 اوفر 3. وال2 راحت لايه؟ 1 اوفر 2. وال1 راحت لمين؟ نفسها. وبعدين ال1 اوفر 3 راحت ل3، و1 اوفر 2 راحت ل2. بس خلاص. هتلاقي الزيرو ما تلاقيش منه ايه ارض ولا اي حاجه، يبقى دي اسمها ايه؟ فانكشن. عشان اثبت السبب ذا ايليمنت مين بقى؟ زيرو اللي هو جاي من الاكس ماله؟ has no image in x برضه عشان مفيش واي اصلا. طيب هتقولي بقى بيج 17 وهتلاقي فيه سؤالين تحت.
في حاجه بس كنت عايز اقولها برضو ناكد عليها، حوار الرينج عشان نسيت اسال فيه، عشان ده سؤال مهم قوي حوار الرينج. هي فين المساله؟ اي دي تحت معانا فانكشن. لما بتطلع معاكي فانكشن بيسالك عن حاجه اسمها الرينج. طب هنا يا مستر مين هو الرينج؟ ها، الرينج قلتها اللي هو مين؟ الايمجز. الايمجز اللي موجوده فين؟ في الواي. مين الايمج؟ ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، هو ده الرينج. اتفقنا؟ او لو انا عايز اجيبها من هنا من الرسمه، الرينج هو النمبر اللي راح له الارو، اللي راح له. يعني الارو الاولاني راح لمين؟ واللي تحت نيجاتيف 2، يبقى انت عندك 2 نيجاتيف 2 في الرينج. والارو اللي فوق راح لمين؟ واللي تحت نيجاتيف 1، يبقى انت عندك 1 ونيجاتيف 1 برضه. والارو الاخير راح لمين؟ للزيرو. يبقى انت عندك الرينج هنا عباره عن مين؟ اللي هو 2 نيجاتيف 2 وال1 والنيجاتيف 1 والزيرو. تعال نشوف السؤال نمبر 17 كده ويقولوا لي مين هو الرينج. For example نمبر 1 للتوز ذا اوبجكت دياجرام اهو، بيقول لي ان دوت عباره عن ايه؟ فانكشن، صح ولا لا؟ اون اكس اتس رينج از ايه؟ مديني من الرسمه اللي قدامكم دي، الرسمه اللي قدامكم ركزوا فيها كده، قولوا لي السهمه راحت لمين؟ يعني كل ارو راح لانهي اليمنت؟ حلو. افرض واحد نفسها، يبقى كله راح لمين؟ للايه، يبقى الرينج از ايه؟ ايه بس، يبقى الاختيار بتاعك هو ايه، رقم ايه. طيب انا عندي ايه بقى؟ بيج 17 بيقول لي هنا في السؤال بيقول لي عايز يعرف الرينج. دي الرسمه اللي انا بقول لك عليها اللي هي رسمه اللاين. انا عشان اعرف الرينج، اشوف السهم راح لمين. اول ارو اللي هو اللي فوق دوت راح لمين؟ برافو عليك، يبقى نيجاتيف 1 معايا، ها، نيجاتيف 2 معايا، ها، والنيجاتيف 1 معايا يعني، بس انا قلت قبل كده مش هكتبه تاني. يبقى انا معايا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 والزيرو، يبقى انا معايا ثلاث ارقام اللي هو كام بقى؟ 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. فهتلاحظ بقى ان ال1 اللي موجود في الاول، مفيش سهم راح، عشان كده مش هاخده معايا. فهمتوا حاجه؟ مبروك علينا تاني درس كده، خلصنا الايه؟ السكند ليسن. المره الجايه ان شاء الله هنبقى ناخد الايه؟ التريك. المفروض ان انت هتدرس فرع جديد في الماث اسمه تريجونومتري. اسمه ايه؟ تريجونومتري. بس احنا عشان في الماث بنحب الاختصارات قوي، فاحنا سميناه اول 3 حروف بس، اللي هو بنسميناه ايه؟ تريك. بنقول عليه ايه؟ تريك. طب مستر هو الفرع دوت تبع الجيومتري ولا تبع الالجبرا؟ طيب تعالى بس اوضح لك القصه دي. اولا انت لما تخش تمتحن هتمتحن مرتين، مره الجبرا ومره جيومتري. الالجبرا هتمتحنها لوحدها 2 يونتس ومعاها اليونت بتاعت الستاتستكس، يعني 3 يونتس. تمام؟ طيب تعالى بقى للجيومتري. الجيومتري هتمتحن فيها الجيومتري، هندرسها لسه هندرسها، وهنمتحن فيها مين برضو؟ التريج. يعني الورقه بتاعت الجيومتري فيها حاجتين، فيها الجيومتري وفيها الايه؟ التريج. يعني يا مستر التريج ده تبع الجيومتري؟ لا، التريج حاجه والجيومتري حاجه، بس انت هتمتحن التريج والجيومتري مع بعض في نفس الورقه. ليه؟ عشان انت هتدرس جزء صغير من التريج. طب مستر هو ايه فرع التريج ده؟ ده ايه بيتكلم عن ايه الفرع ده؟ ابدا، بيتكلم عن relation between السايت اللي موجوده في الترينجل اند الايه؟ الانجل. بس كده. يعني هو عمل لك relation between السايت اند الانجل. بس انا مش فاهم حاجه، وانا مش عايزك تفهم حاجه من اللي انا بقوله. اللي انا عايز افهمه لك حالا ان احنا هندرس فرع جديد اسمه ايه؟ الترينج. طب مثلا النهارده هندرس فيه ايه؟ طبعا مش هندرس فيه كله، هندرس فيه بس فكره واحده موجوده في الاول درس، والباقي ان شاء الله هنكمله الحصه الجايه. طب ايه مصدر الفكره ديت؟ الفكره دي قايمه على حاجه كنت درستها قبل كده، حاجه اسمها supplementary وكومبلمنتري، وايه تاني؟ واللي هي the measure of the interior angle of triangle. يعني ايه كلمه supplementary؟ يعني انا عندي 2 angles السم بتاعهم ايكوال كام؟ 180. يبقى انا السبلمنتري دي معناها ايه؟ ان انا عندي 2 angles السم بتاعهم ايه؟ 180. طب ايه يا مستر كومبلمنتري؟ كومبلمنتري يعني انا عندي 2 angles السم بتاعهم 90 degree. طيب هو ده بس انا اقوله؟ هو ده اللي انا اقوله. تعال نشوف المسائل واقول لك حلهم ببساطه، يعني الموضوع سهل قوي. بيج 90 example number 1 بيقول لك if the ratio between the measures of two supplementary angles. يعني انا عندي كام انجل؟
تو انجل، الاثنين بيقول عليهم ايه؟ سبلمنتري. از، هو از دي بعيدة على مين؟ على الريشيو. بيقول لك الريشيو از 3 and 5. find the degree measure of each one. عايز يعرف الميجر بتاع كل واحدة كام. طيب بمنتهى البساطة السؤال ده ليه كذا طريقة حل. في طريقة حل انا حللها عندك في الكتاب، بس انا هحلها بطريقة حل مختلفة. طريقة كنت درستها في جريد 6، هي طريقة اسهل من الطريقة اللي انا حللها، بس الطريقة اللي انا حللها دي انا كده كده هشرحها في اليونت الثانية في الالجبرا. يعني الطريقة ديت انا هحتاجها، بس انا مش هشرح لك بيها، سيب الطريقة دي دلوقتي، هشرح لك بالطريقة اللي انت درستها فين؟ في جريد 6. طب ايه يا مستر الطريقة ديت؟ بص يا عم، هو الراجل هنا عرفك ان انت عندك كام انجل؟ 2 انجل. يبقى انا هسمي الاولى الفيرست ايه؟ انجل، وبعدين السكند ايه؟ انجل، وهزود كولم ثالث هسميه ايه بقى؟ الصم. طب ليه يا مستر زودت بقى كولم ثاني سميته الصم؟ لان الراجل هنا في السؤال قال لك ايه؟ قال لك ان التو انجلز ار سبلمنتري. سبلمنتري يعني الصم بتاعهم از 180، فانا عارف الصم بتاعهم، عشان كده زودت الكولم بتاع مين؟ الصم. وكنا بنسمي اللاين الاولاني في جريد 6 لان ده اسمه النيم، الاسامي اللي هي الفيرست انجل، السكند انجل ايه؟ الصم. طب في الفيرست انجل بقى والسكند انجل والصم، ايه اللاين اللي تحتيه؟ اللاين اللي تحتيه الريشيو. اللاين اللي تحتيه يا مستر الريشيو. الفيرست انجل والسكند انجل هو قال لك في السؤال الريشيو بتوين ذيم كام؟ 3 and ايه؟ 5. انا مفيش اي حاجه كتبتها من دماغي، انا لحد دلوقتي رصيت بس الرصه بتاعتي وكتبت الريشيو اللي هو مديها لي. هكمل انا بقى المنظر ده من عندي. ايه هو الصم؟ 3 plus 5 equal 8. طيب تعالى بقى تحت هنا في اللاين الثالث هنا بنعمل ايه بقى؟ بنكتب الانجل نفسها او ذا ميجر اوف انجل. طيب تعالى واحده واحده. هو انا عارف الفيرست انجل بكام؟ قال في السؤال؟ ما قالش، ده اصلا هو طالبها، هو لك فاين ذا ميجر اوف انجل، فانا سميتها ايه بقى؟ اكس. طيب الانجل الثانيه انا عارف هي بكام؟ لا، فهسميها ايه؟ واي. مش هينفع اسميها اكس واكس، لازم حرفين ار ديفرنت، يبقى اكس اند واي. طب الصم مش هو في السؤال قال لك سبلمنتري؟ طب سبلمنتري دي معناها ايه؟ 180. بس كده. طب مستر احلها ازاي؟ كروس مالتيبليكيشن هتحل المساله ازاي؟ واحده واحده. تعالى نجيب السكند انجل، تعالى نكمل الفيرست. هعمل كروس مالتيبليكيشن هنا وهنا، وهسال سؤال اوعوا تتلخبطوا فيه. اوعوا الواي ايه النمبر اللي قدامها؟ ايه النمبر اللي قدامها؟ ال8 ولا ال 180؟ ال8. انا عايز النمبر اللي قدامها بعد الكروس مالتيبليكيشن، يبقى الواي مين اللي قدامها؟ ال8. فاجي اقول له هنا ايه؟ الواي ايكوال اهو، الواي مين اللي قدامها؟ ال8 تنزل تحت، واكتب فوق التو نمبرز بس مالتيبلاي بالمنظر ده. شفت عملت ايه؟ احسب الحسبه دي. يلا يا بلاش دوس كده كالكوليتر وشوف الانسر يطلع كام. يبقى 112 ديجري 30 مينت، وبعدين وزيرو ايه؟ سكند. بس خلاص. بالظبط كده. انا بقى لما اجي بجيب الانجل بدوس على زرار ايه؟ الكوما اللي هو بيحولها لي لديجري ومينت وسكند. المفروض ان احنا عارفين ان الانجل اليونت بتاعتها عباره عن ايه؟ ديجري، بعد الديجري بيكون المينت، وبعد المينت بيكون ايه؟ السكند. فانا بعد ما بجيب الاجابه بدوس على زرار الكوما. عارفين ليه؟ عشان انا بجيب حاجه اسمها ايه؟ انجل، والانجل بيكون اليونت بتاعتها ديجري ومينت وسكند. يبقى كده السكند انجل از ايه؟ 112 degree and 38 minutes. طيب تعالى بقى نجيب مين؟ الفيرست انجل. والله يا مستر الفيرست انجل خبي السكند انجل لاني مش شايفها، وهعمل كروس مالتيبليكيشن بين السم وبين الفيرست. هسال سؤال، لما تعمل كروس مالتيبليكيشن الاكس مين قدامها؟ 8 بعد كروس معايا؟ يبقى اقول له هنا الاكس ايكوال، انا عرفت ان بعد الكروس مالتيبليكيشن ال8 هتبقى قدام الاكس فتنزل تحت هنا، واقول 3 تايمز كام؟ 108، واحسبها واشوف الاكس هتطلع لي بكام. الاكس فيرست انجل. بعدين بقى دوس على زر ايكوال، دوس على زر الكوما، هتلاقي بقى في زر كوما فوق اللي هو هتلاقيه عامل كده.
يبقى الاكس طلعت كام؟ 67 degree 38 minute. شكرا على كده. كده حولت الانجل لديجري وايه؟ ومينت. طيب في السؤال الثاني بقى، في السؤال الثاني بس استنى، انت لازم هنا تقول له الفيرست انجل از كام؟ 67 اند ايه؟ 30، والسكند انجل نفس الحوار، لازم تقول له الرقم. طب تعالى في السؤال الثاني هنا بيقول لك if the ratio between measures of interior angles of ايه؟ interior angle of triangle. حد عارف الميجر of interior angle بتاع triangle equal كام؟ ال 3 angles بتوع triangle is ايه؟ يا نهار اسود عليا، تالتة اعداد ازاي يا رب؟ تالتة اعداد ازاي يا رب؟ 108 3 angles السم بتاعهم 108 يما. فانا هنا هعمل ايه بقى؟ هعمل نفس الحوار هو بس الاول ايه بقى؟ هكتب الفيرست انجل والسكند انجل والثيرد انجل. طب ليه يا مستر زودت المره دي بقى ثيرد؟ عشان دولت 3 انجل بتوع تراينجل، واخر حاجه ازود مين؟ السب. واكتب الريشيو اللي اكتبها عندي 3 4 3 و4 وايه؟ و7، والسم بتاعي عاملهم كلهم ايه؟ بلس، يطلع كام؟ 14. يبقى السطر التاني بتاع الريشيو، والنبي وانت بتذاكر اوعى تنسى دول. يبقى 3 و4 و7 وايه؟ و14. الفيرست نعرفها؟ لا سميها اكس. السكند نعرفها نسميها اي رمز واي. الثيرد نعرفها نسميها زد. السم نعرفه بتاع ترينجل يا مستر 180. واعمل ايه بقى؟ هبدا اجيب الفيرست والثيرد. تعال نجيب مثلا الثيرد اهو، هنعمل كروس مالتيبليكيشن. الزد من قدامها؟ الزد من قدامها ما هو الزد من قدامها 14 تنزل تحت، يبقى 7 تايمز كام؟ 180. احسب الحسبه ديت هيطلع لي كام؟ 90 ديجري. تعالى هنا اهو، خبي بقى السيرد وهات مين؟ السكند. هتعمل السكند مع الصب. يلا الواي قدامها 14، يبقى الواي ايكوال 14 تحت اهي، والتو نمبرز تانيين مالتيبلاي. تطلع كام؟ 45 ولا كام؟ لا مش هتطلع 45، تطلع كام؟ 51 ديجري و25 ايه؟ من في سكند. طب استني بقى نوسع المكان شويه. الانسر طلع كده اهي، الواي ايكوال 51 ديجري 25 مينيت. لا قول الرقم اللي قبل الديسمال بس. 40 كام؟ 2 سكند. شكرا على كده. تعالى نعمل نفس الكلام مع مين؟ مع الاكس. ونبقى هتتلخبطي لو سالتك الاكس مين قدامها؟ انا عايزها مع الصم، يبقى ال 14 تحت وال 3 تايمز 180 38 ديجري و34 مينيت و17 سكند. طيب اقول لكم على حاجه حلوه بقى، انا عايز اتاكد ان انا حل صح. ركزي بقى، عايز اعمل تشيك للسوليوشن. اعمل تشيك ايه؟ للسوليوشن اللي انا عملته. عشان تعمل تشيك يور سوليوشن هتعمل ايه؟ ركزي، عشان تعملوا تشيك يور سوليوشن تعملوا ايه؟ تعملوا 3 بلس. عارف الانسر المفروض يطلع كام؟ 108. ما انت عشان تتاكدي من السوليوشن بتاعك يا اختي في ايه مالك؟ يبقى انا عشان اتاكد من السوليوشن بتاعي همسك ال 3 نمبرز اعملهم بلس يطلع 108. ليه بقى يا مستر؟ ليه؟ لان الثلاثه دولت هم انجلز بتوع مين؟ بتوع مين يما يا لهوي عليا؟ بتوع تراينجل. ال 3 انجلز دولت هم انجل بتوع مين؟ تراينجل. فده معناه لما اجي اعمل لهم بلس لازم يطلع كام؟ 180. يعني لو عملت الثلاثه دول بلس هيطلع لي 108. لا هيتلاقي طلع معايا كده 179 صح؟ اكتبوا كلكم 38 ديجري. دوس على زر الكوما بعد كده 34 كوما كوما بعد كده 17 كوما بلس. يا بنت نفس الزرار، هو هيتغير من حته لحته. هو ده. بعدين بقى 51 كوما لا دوس بلس 2 بلس
بعد كده 51 كوما، بعد كده 25 كوما، بعد كده 42 كوما. هي الكالكوليتور بتفهم ان اول كوما ديجري والثانيه مينيت والثالثه سكند، واخر حاجه اللي هو مين بقى؟ 90 ديجري. ها طلعت كام بقى؟ 120. وريني. ايوه هي دي صح، هي صح، هي دي تطلع معايا كده فعلا، تطلع كده ديت اللي هي 180 صح، دي معناها 180 دي. طيب يبقى انا كده خلصت اول مسألتين، تعالوا نشوف المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هتحلوها عنده ليه بقى؟ هي نفس المسألة الأولى، بس المسألة الأولى كان قايل لي إن التو angles ار ايه؟ supplementary. في المسألة نمبر 3 قايل لي ايه بقى؟ complementary. يبقى انا هحلها فيرست وسكند وصم، بس مكان الصم هنا احط كام؟ يبقى احط 90 ديجري. في الكتاب. وبكده يكون خلصنا فكرة معينة في الدرس بتاع التريك. المرة الجاية إن شاء الله بنكمل التريك كله.